تالتة إعدادي عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة وكل سنة وأنتم طيبين باقتراب شهر رمضان، إن شاء الله نكون في أحسن صورة وأحسن حال، واللهم بلغنا إيه رمضان ويجعله يا رب علينا كلنا بالخير والسعادة. إن شاء الله هنبدأ النهاردة واجب الحصة التانية واللي هي أول حصة جبر، واتفقنا مع بعض إن الجبر عبارة عن بيتكلم عن المعادلات اللي إن شاء الله هنقدر نخلصها قبل رمضان، وبيتكلم عن الكسور اللي هنقدر نخلصها في رمضان، والإحصاء هنشتغل عليها بعد رمضان. دول الثلاث فروع اللي إحنا هنشتغل عليهم خلال المرحلة الجاية. المعادلات زي ما اتفقت معاك جوه الحصة، احنا عندنا بحر من المعادلات، بس عندنا هدف رئيسي بنمشي وراه للمعادلات كلها، ألا وهو إنك بتدور على الموجب والسالب وبتحذفهم مع بعض. واتفقنا مع بعض إن احنا هنشتغل بطريقة واحدة، مش عايزين أكتر من طريقة، احنا عايزين واحدة واحدة. كده كده في الامتحان بيسيبك تحل باللي انت عايزه. الفيديو اللي فات كان فيه غلطة صغيرة بتتكلم عن الزوايا المتجمعة لنقطة بتساوي 180. الطلاب الشاطرة لاحظت الغلطة الصغيرة ديت وبتبتدي إنها بتقول لي، أما الطلاب اللي هي بتنقل الواجب ورانا وخلاص مفيش فايدة برضو من الحاجات اللي أنا بقولها، برضو بيروحوا عاملين إيه يروحوا كاتبينها زي ما هي. خلي بالك بتبقى غلطات، ساعات بتبقى مقصودة وساعات بتبقى غير مقصودة، بس بتبين لنا أو بتعرف لنا مين اللي بيركز معانا ومين اللي ما بيركزش معانا. تعال نبدأ كده بشوية أسئلة اختيارات فكة بيراجع لنا على قصة الدرس. هناخد هنا بيقول لك مجموعة حل المعادلتين س ناقص ص بتساوي 3 وس زائد ص بتساوي 5. عندك طريقتين للحل ممكن نشتغل عليهم، إنك بتاخد المعادلة الأولى اللي هي س ناقص ص بتساوي 3 على المعادلة التانية اللي هي س زائد ص بتساوي 5، واروح شادد خط بنفس الشكل ده كده وابتدي اشتغل، احذف الصاد مع الصاد، وس وس تبقى 2 س، و3 و5 8، اقسم على الاتنين تبقى س بتساوي 4. يبقى جبت قيمة الس. اعوض في الاولى او التانية، اتفقت معاك ان الاتنين صح. تعالى ناخد التانية، يبقى اعوض في التانية، هشيل س واحط مكانها 4 زائد ص بتساوي 5، ودي الأربعة بعكس الإشارة تبقى ص بتساوي 5 ناقص 4، تبقى ص بتساوي 1. يبقى كده مجموعة الحل هتبقى جوه زوج مرتب، قوس مجموعة جواه زوج مرتب أوله س والتاني ص 4 و1، يبقى الاختيار الأول. السؤال الثاني، المعادلتان الآتيتين س ناقص 2 ص بتساوي 3 و2 س ناقص 4 ص بتساوي 6، لهما حل وحيد ولا ليس لهما حل ولا لهما عدد لا نهائي من الحلول؟ اتفقت معاك القانون اللي احنا اتفقنا عليه، هناخد ألف من هنا على ألف من هنا. ألف اللي هو المعامل بتاع س، مين المعامل بتاع س هنا؟ 1. مين المعامل بتاع س هنا؟ 2. مين المعامل بتاع ص هنا؟ اللي هو ب سالب 2. يبقى انت بتاخد معامل س على معامل س وبتاخد معامل ص على معامل ص، معامل س الاول على معامل س الثاني، يعني في المعادله الاولى يعني والمعادله الثانيه، وتاخد الحد المطلق على الحد المطلق. يبقى القانون اللي احنا بنحل عليه او البدايه اللي انت بتحل عليهم هم 3 اشكال. تعالى راجع لك عليهم اهم ال3 اشكال بتوعك، تمام اهو، ونحفظهم بكذا طريقه واديتهم لك بكذا شكل. والله هاخد معامل س الأولاني اللي هو ألف واحد على معامل س التاني، واخد معامل ص الأولاني على معامل ص التاني، واخد معامل س أهو تاني الأولاني على معامل س التاني، ومرة تالتة معامل س واحد على معامل س اتنين اللي هو ألف، وهنا معامل ص واحد على معامل ص اتنين، وهنا معامل س واحد على معامل س اتنين، وهنا الحد المطلق الحد المطلق البائس اللي ما جالوش هدية الأولاني على المطلق التاني، مطلق على مطلق، مطلق على مطلق، يبقى 1 على أهو 2، مطلق على مطلق، مطلق على مطلق، مطلق على مطلق،
مطلق على مطلق. والله في الأول لو أول اتنين ما بيساووش بعض أنا مش محتاج التالتة في حاجة، يبقى كده بنقول تقاطع، يبقى عدد الحلول واحد. طب لو دول بيساووا بعض بس ما بيساويش الجيم، قال لي هيبقى كده توازي، يبقى عدد الحلول صفر. لو التلاتة بيساووا بعض قال لي هيبقى كده تطابق، يبقى عدد الحلول لا نهائي. يبقى ما بيساويش، تقاطع، ساوى ما سواش، توازي، ساوى ساوى، تطابق. يلا، ما بيساويش توازي، لا غلط. ما بيساويش تقاطع، ساوى ما سواش، توازي، ساوى ساوى، تطابق. نحفظها كده. يبقى ما بيساويش تقاطع، بيساوي ما بيساويش يبقى توازي، بيساوي ويساوي يبقى تطابق. يلا يا عم، يبقى هنا سالب اهو، احنا هنا سالب 2 على سالب 4. لما نختصر دي السالب راح مع السالب، يبقى هنا وعلى الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها الاتنين. فلو ركزت معايا هتلاقي ان دي نص بتساوي النص. طب عشان افرق ما بينهم يبقى انا محتاج اجيب الحد المطلق. هنا الحد المطلق 3 والحد المطلق هنا 6، اختصرناهم برضو طلعت نص، فهنا طلعت نص. طالما التلاتة بيساوي بعض يبقى أي واحدة من التلاتة آخر واحدة، يبقى كده يا مستر هيبقى تطابق. يبقى تطابق هيبقى عدد الحلول لا نهائي، يبقى الاختيار الأخير لها عدد حلول لا نهائي. ضرب عليها كتير. اللي تحت عايز مجموعة الحل. هاخد المعادلة الأولى أهي، س زائد 3 ص بتساوي 5 على المعادلة التانية 2 س ناقص ص بتساوي 10، واروح شادد خط واتأكد أنا معايا هنا موجب وسالب، بس أنا يا مستر معايا فوق 3 وما معيش تحت 3، يبقى أنا محتاج 3، يبقى هضرب في 3. أضرب المعادلة اللي تحت كلها في 3، يبقى اللي فوق زي ما هي س زائد 3 ص بتساوي 5. 3 في 2 ب6 س، 3 في ص ب3 ص، 3 في 10 ب30، واروح شادد خط واكمل. مين يروح مع مين يا صديقي؟ دول راحوا مع بعض، واكمل بقى. 1 و6 7 س. طب 35 35 اقسم لي على السبعة، يبقى س بتساوي كام؟ 5. وعوض في أي واحدة، الأولى ولا التانية؟ هاخد يا مستر الأولى. واحدة واحدة كده بالعقل. هشيل س وأحط مكانها 5 زائد 3 ص بتساوي 5، ودي دي بعكس الإشارة تبقى 3 ص بتساوي 5 ناقص 5، يبقى 3 ص بتساوي 0. اقسم على 3 تبقى ص 0 على 3 فيها الصفر. يبقى كده مجموعة الحل اللي قدامك كام وكام؟ 5 و0. حلو الكلام. يبقى الاختيار بتاعي 5 و0 اللي هو الاختيار ده مش الاولاني، لان انت لازم لما تيجي تختارها لازم تختارها بايه؟ زوج مرتب جوه قوس ايه؟ مجموعة. خلي بالك من الحتة دي. ماشي. اللي بعدها المستقيمان، عايز اعرف هل هم متوازيان ولا متقاطعان ولا متطابقان ولا غير ذلك. وقال لك ص بتساوي 5 س ناقص 3، والمستقيم الثاني هو ص بيساوي -3 فقط لا غير. لو احنا هنعوض هنشيل من هنا، يعني انا معايا ص بتساوي -3، ومعايا المعادلة الثانية بتقول ص بتساوي 5 س ناقص 3. عايز تشتغل بالقانون اشتغل، عايز تشتغل بالتعويض اشتغل. تعال نشتغل بالقانون. طبعا في المعادلة الأولى الألف اللي هي معامل س مش موجود، هيبقى 0، والب هو معامل ص اللي هو -3 قدام حضرتك. لا غلط، هو مش -3. أنا بتكلم عن المعامل يا شباب. المعامل يعني الرقم اللي مكتوب قدام الصاد، فالرقم اللي مكتوب قدام الصاد هو هيبقى إيه؟ هو هيبقى بيساوي 1. طيب يعني مثلا لو أنا هجرب، يبقى هنا هقول الب، همشي بدماغك أهو، الب ب1.
أما الجيم اللي موجودة في المعادلة الحد المطلق -3. دي كده حاجات المعادلة الأولى. طب المعادلة التانية هنا قال لي أ بتساوي معامل س 5 وب بتساوي معامل ص 1 وج اللي هي بتساوي -3. واشتغل أ على أ يبقى 0 على 5 فيها الصفر. طب هنا كام على كام؟ قال لي 1 على 1 فيها الواحد. فكده لو ركزت معاهم أول اتنين ما بيساووش بعض. كمل الجيم أنت مش محتاجها في حاجة خلاص. طالما أول اتنين ما ساووش بعض من غير ما أكمل يبقى كده المستقيمان حصل ما بينهم تقاطع. حصل ما بينهم ايه؟ تقاطع. يبقى المستقيمين بتوعك ايه؟ متقاطعتان. حتى لو انت عوضت وشلت هنا الصاد وحطيت مكانها -3 فكده انت هتجيب نقطة للسين. فطالما طلعت نقطة للسين او طلع مجموعة حل، مجموعة الحل يعني نقطة واحدة زوج مرتب واحد، يبقى كده هنا هيحصل. يبقى الاختيار بتاعي هختار كلمة متقاطعان. طيب 5 المستقيمان هنا هشتغل بالقانون على طول. أول على أول يبقى أ على أ يبقى 1 على 1 بواحد. 1 على 1 بواحد. بيساووا بعض يبقى أنا محتاج الجيم 3 على -3 بتساوي -1. أول اتنين بيساووا بعض لكن تاني اتنين ما بيساويش. قال لي يبقى ده حاجة اسمها توازي. والتوازي يعني كده حضرتك عدد الحلول هتبقى 0. بس هو سأل على هم مستوازيان ولا لا. هنا إذا كان للمعادلتين س زائد 4 ص بتساوي 7 و3 س زائد ك ص بتساوي 21. عدد لا نهائي من الحلول. عدد لا نهائي من الحلول. فإن الكاف بتساوي كام؟ عدد لا نهائي من الحلول يعني الألف على الألف بتساوي الب على الب بتساوي الجيم على الجيم. كل اللي أنا محتاجه هاخد ألف على ألف يبقى 1 على 3 واخد الب على الب اللي هي 4 على ك. ومش محتاج حاجة تاني غير اللي أنا أضرب طرفين في وسطين عشان أجيب قيمة الكاف. أنا مش محتاج الجيم يعني. يبقى كاف بتساوي 4 في 3 على 1. 4 في 3 ب12 على الواحد فيها ال12. يبقى قيمة الكاف يا رجالة بكام؟ ب12. ركز في الاختيارات. نقطة تقاطع المستقيمان س بتساوي ص وس زائد 2. مالكش دعوة بالسين زائد ص. انت عندك السين بتساوي 2 والسين آسف عندك هنا في رقم 7 س بتساوي ص وهنا س زائد 2 بتساوي 0. طب ما انا اودي دي بعكس الاشاره هتبقى س بتساوي -2. وانا لسه قايل لك هنا ان س بتساوي ص فكده برضو ص بتساوي -2. فكده مجموعة الحل الاختيار بتاعك هيبقى -2 و2. هو مديك زوج مرتب اللي هو الاختيار الأخير. رقم 8 بنفس الشكل ونفس العنوان س بتساوي 2 وس زائد ص بتساوي 3. فأنا هاخد المعادلة التانية اللي هي س زائد ص بتساوي 3 واروح شايل منها السين تماما واحط القيمة اللي هو قال لي عليها الاتنين هتبقى زائد ص بتساوي 3 واودي الاتنين بعكس الإشارة هتبقى ص بتساوي 3 ناقص 2 هتبقى ص بتساوي 1. يبقى أنا معايا س ب2 ومعايا ص ب1 يبقى مجموعة الحل ولازم س الأول يبقى 2 و1 اللي هو الاختيار الأخير. المعادلتان الآتيتين س زائد ص بتساوي 1 وس زائد ص بتساوي 5 هما إيه؟ من غير أما تفكر هنا 1 على 1 بتساوي 1 وهنا 1 على 1 بتساوي 1 فأول اتنين بيساووا بعض بس الجيم ما بتساويهمش. طالما الجيم ما بتساويهمش يبقى ده مستر توازي. يبقى التوازي ليس لهما حل. ليس لهما حل. المستقيمان 3 س زائد 5 بتساوي 0
و5 س ناقص 3 ص بتساوي صفر. يتقاطعان في أي نقطة؟ نقطة الأصل، ولا بيتقاطعوا في الربع الأول، ولا بيتقاطعوا في الربع الثاني، ولا بيتقاطعوا في الربع الرابع؟ تعال ناخد المعادلة الأولى. المعادلة الأولى اللي هي 3 س زائد 5 ص بتساوي صفر، و5 س ناقص 3 ص بتساوي صفر. واشتغل عادي خالص، بدور على الموجب السالب اهم، بس هعكس شغلي. يعني انا عايز دول بيساووا بعض، يبقى اعكس الضرب. دي 3 يبقى اضرب فوق في 3. طب دي 5 يبقى اضرب تحت في 5 عشان اخليهم يروحوا مع بعض. 3 في 3 ب 9، 3 في 5 ب 15، 3 في 0 بصفر، 5 في 5 ب 25 ناقص 5 في 3 ب 15. كل ده بيساوي صفر. وهنا طبعا صاد. ونشد خط، نحذف اللي شبه بعض، دول شبه بعض اتحذفوا مع بعض. 9 و25 نجمعهم هيبقوا 34 س تساوي صفر. اقسم على 34، صفر على 34 يبقى هيساوي صفر. من غير ما افكر، طالما دي طلعت بصفر يبقى اللي جايه برضه طلعت بصفر، يبقى الاختيار بتاعك نقطه الاصل. خلي بالك، خلي بالك من السؤال ده عشان بيتكرر لي كتير قوي. نخش يا صديقي على الأجزاء الأولى. ما عدد الحلول بتاعت كل زوج من الأزواج الآتية؟ يلا مع بعض. ألف على ألف يبقى 7، هذا رقم 1. 7 على 5، ب على ب، 4 على -2. دي ليها اختصار، هيبقى -2، وال7 على 5 زي ما هي. ما بيساووش بعض، يبقى كده حصل ايه؟ تقاطع. يبقى كده عدد الحلول بيساوي 1. ادي كده اول اختيار بتاع حضرتك. 2 ده على ده، 4 على -2، الناتج يطلع -2. الصاد على صاد يبقى 2 على 1 يعني 2. ما بيساووش بعض، دي سالب ودي موجب، يبقى هنا ايه؟ تقاطع. يبقى كده عدد الحلول بتساوي صفر. 1 اسف. عدد الحلول هنا هتبقى 1. 3. يلا تاني. ده على ده، 9 على 3 فيها 3. ده على ده، 6 على 2 فيها 3. ده على ده، 24 على 8 فيها 3. بيساووا بعض، يبقى كده ده هيحصل اسمه تطابق. يبقى تطابق عدد الحلول لا نهائي. تطابق من غير ما افكر، هيبقى عدد الحلول لا نهائي. 4 ده على ده، 3 على 6 يبقى الاختصار بتاعها نص. ده على ده، 1 على -2 يبقى هنا 1 على -2. ما بيساووش بعض، يبقى هنا برضو تقاطع، يبقى عدد الحلول بيساوي صفر. 1. يلا اوجد قيمة أ وب معادلة. طبعا هنا دي س ودي ص، فاشيل الس واحط مكانها الرقم واشيل الصاد. هشيل س واحط مكانها ال3، فهنا لما احط مكانها ال3 فالناتج بتاعك 3 أ زائد. هشيل ص واحط مكانها -1، سالب في موجب بسالب يبقى ناقص ب. واودي الخمسه بعكس الاشاره، كانت بالسالب بقت بالموجب. يبقى انت حبيبي شلت س حطيت 3، شلت ص حطيت -1، سالب في موجب بسالب. خلي بالك من الحته دي. على هشيل س احط 3، طب في 3 جنب الالف اضربهم في بعض يبقى 9 أ زائد. هنا ص وهنا سالب، سالب في موجب بسالب يبقى خليها سالب، يبقى هنا 1. كل ده بيساوي كام؟ 17. طبعا هنا هتبقى ب. واشد خط. هنا عندي مشكله، ما عنديش ولا واحده موجب ولا واحده سالب. قال لي يبقى اضرب اي واحده فيهم في -1 عشان يحصل موجب وسالب.
يبقى دي كلها تنزل زي ما هي، يبقى 3 ألف أنا هضرب اللي تحت ناقص ب بتساوي 5. أضرب اللي تحت أو اللي فوق، اللي يريحك اختار. أنا اخترت اللي تحت. سالب 1 في 9 بسالب 9 ألف، سالب في سالب بموجب، سالب 1 في 17 بسالب 17، وأروح شهادة خط بالشكل ده وأحذف دول راحوا مع بعض وأكمل عادي. سالب 9 من 3 هتبقى سالب 6 ألف، سالب 17 من 15 هتبقى سالب 12، فالسالب راح مع السالب، اقسم 12 على الستة يبقى ألف بتساوي 2، واختار أي واحدة من دول وأعوض بيهم. طبعا أي واحدة مش هتفرق معانا لأن كلهم زي بعض، فمثلا أنا هختار الأولى، فهشيل الألف وأحط مكانها 2، بس في هنا 3 يبقى أضربهم في بعض، 3 في 2 ناقص ب بتساوي 5، 3 في 2 ب6 ناقص ب بتساوي 5، ودي دي بعكس الإشارة تبقى سالب ب بتساوي 5 ناقص 6، تبقى سالب ب بتساوي سالب 1، السالب راح مع السالب، يبقى قيمة الب اللي هو عايزها من حضرتك بكام؟ بواحد. إذا كانت ألف واتنين ب حلا للمعادلتين نفس القصة، هشيل س وأحط مكانها ألف يبقى 3 ألف، ناقص هشيل ص وأحط مكانها 2 ب بتساوي 5، على هشيل س وأحط مكانها ألف، هشيل ص وأحط مكانها 2 ب، كل ده بيساوي سالب 1، وهروح شادد خط. هل هنا المعادلة زي المعادلة؟ قال لي هم الاتنين زي بعض، راحوا مع بعض واشتغل عادي. 3 ألف وألف يبقى 4 ألف، 5 ناقص 1 سالب 4 بس من غير سالب، يبقى 4. أقسم 4 على 4 يبقى ألف بتساوي 1. هعوض في الأولى ولا التانية؟ قلنا هنعوض في التانية. يبقى أشيل مثلا الألف وأحط مكانها 1 زائد 2 ب بتساوي سالب 1، أودي الواحد بعكس الإشارة، يبقى 2 ب بيساوي سالب 1 ناقص 1، يبقى 2 ب بتساوي سالب 2، اقسم تبقى ب بتساوي سالب 1. سؤال عبيط وسهل مفيهوش أي حاجة خالص. اوجد حل المعادلات اللي هنا معايا 6 هم جبري. خلاص بقى الفكرة كلها بقت سهلة وبسيطة، يا دوبك بس هنحل. أ ب معادلات، آخد المعادلة الأولى على المعادلة التانية، يبقى س ناقص ص بتساوي 2 على س زائد ص بتساوي 4، واروح شادد خط. الموجب السالب اهم، س وس 2 س، 2 و4 6، قسمت على الاتنين تبقى س بتساوي 3. هتعوض في أي واحدة؟ قلنا يا مستر هختار أي واحدة، فتختار إيه؟ هختار التانية عشان الموجب، ولو اخترت الأولى برضو صح، بس تاخد بالك من الإشارة. س هشيلها وأحط مكانها 3 زائد إيه يا صديقي؟ ص بتساوي كام يا شبح؟ 4. هودي التلاتة بعكس الإشارة، يبقى ص بتساوي 4 ناقص 3، ص بتساوي 1. استمتع وأنت بتحل. يبقى مجموعة الحل كام وكام؟ 3 و1. استمتع وأنت بتحل، استمتع وأنت بتحل. دي رياضة، أرقام، مفيهاش أي حاجة صعبة، أرقام والله والله العظيم أرقام. حل اللغز معايا. هاخد دي س زائد ص بتساوي 7 على س ناقص ص بتساوي 3، واروح شادد خط. راحوا مع بعض س وس 2 س، 7 و3 10 على 2 س بتساوي 5، واروح عامل كده. هعوض في اي واحده، هعوض هنا، يبقى هعوض مثلا في الاولى، يبقى اشيل س واحط مكانها 5 زائد ص بتساوي 7، وادي ال5 بعكس الاشاره، تبقى ص بتساوي 7 ناقص 5، ص بتساوي 2. يبقى مجموعة الحل كام وكام؟ 5 و2. رقم 3، 2 س ناقص ص بتساوي 3 على س زائد 2 ص بتساوي 4. أشد خط. عندي مشكلة في السؤال ده يا مستر. إيه يا عم مشكلتك؟ المشكلة هنا يا مستر إن هنا 2 ومفيش 2. طب ما تضرب في 2 وتخلي في 2 يا عم. حل مشكلتك بكل هدوء.
2 في 2 ب4. هضرب المعادلة كلها يا مستر ولا جزء منها؟ قال لي لا، اضرب المعادلة كلها بعد إذنك. يبقى 2 في 2 ب4. 2 في ص ب2 ص يا واد يا لعيب. 2 في 3 ب6 يا واد يا حريف. وانزل المعادلة التانية زي ما هي يا واد يا خطير خطرة. يلا يا عم، يلا يا بت، يلا يا فوزية. وهذا راح مع هذا. وأربعة وواحد اليومين دول بكام؟ أيوة يا مستر لسه ب5 ما غليتش. و6 و4 10. وقسمت على 5 طلع س بتساوي 2. وهكمل السؤال. هعوض في المعادلة التانية. طب ما انت لو خدت الأولى برضو صح. هشيل س واحط 2 زائد 2 ص بتساوي 4. ودي يبقى 2 ص بتساوي 4 ناقص 2 يبقى 2 ص بتساوي 2. قسمت يبقى ص بتساوي 1. يبقى كده بنقول له مجموعة الحل من غير تفكير كتير 2 و1. والسلام عليكم. واروح بقى للسؤال اللي بعده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واخد المعادلة الأولى. المعادلة الأولى بتقول إيه؟ 3 س زائد 4 ص بتساوي 24 على س ناقص 2 ص بتساوي -2. عندي مشكلة. يخرب بيتك، في إيه يا عم مالك؟ قول لي مشكلتك. يا مستر أنا لقيت الموجب والسالب بس لقيت دي 4 ودي 2، أعمل إيه؟ يبقى أضرب في 2. يبقى أنا مشكلتي بحلها بكل هدوء. ما انا لو بفكر في كل مشكله انا بحلها ما كانش زمانك دلوقتي قاعد بتتفرج عليا. كان زمانك دلوقتي ما اعرفش بتعمل ايه، بس مش مهم. انزل اللي فوق زي ما هي. يبقى 3 س زائد 4 ص بتساوي 24. ايه الاشباح دي؟ ايه الحلاوه دي؟ 2 في س ب2 س. 2 في 2 ب4. 2 في 2 ب4. واوعى تنسى السالب. ما تعملش زجزاج كده احسن نتفضح. مين يروح مع مين؟ هذا راح مع هذا. واجمع هذا. 3 و2 5 س بتساوي، استمتع وانت بتحل، 24 ناقص 4 يبقى كام؟ 20. استمتع وانت بتحل. 20 على 5 فيها 4. هتعوض في أي معادلة؟ قال لي يا مستر هختار الأولى. الأولى عشان تطلع الأولى. هشيل س واحط مكانها 4. اوعى تنسى التلاتة، اوعى تنسى التلاتة. يبقى 3 في 4 زائد 4 ص بتساوي 24. 3 في 4 ب12 زائد 4 ص بتساوي 24. وادي دي بعكس الإشارة. يبقى 4 ص بتساوي 24 ناقص 12. يبقى 4 ص بتساوي 24 ناقص 12 يبقى الإجابة 12. قاسم على 4 يبقى ص بتساوي 12 على 4 3. يبقى مجموعة الحل 4 و3. استمتع وانت بتحل. 5 ص زائد س بتساوي 2. 5 ص زائد س بتساوي 2. عندي مشكلة يا مستر. نعم، الراجل بادئ بس وهنا بادئ بصاد. أعمل إيه؟ والله لا تبدل في الأول لا تبدل دلوقتي. يعني إيه أبدل يا مستر؟ يعني حرك. يعني إيه حرك يا مستر؟ وأنا فهمت أبدل عشان أفهم أحرك. حرك يا عم، أنا واقف هنا. حركني هنا أهو، حركتني. جريت الفيديو بقت كده. جريت تاني أهو، عملت كده بقى. فاللي هي أنت بتحرك. هو ده اللي هيحصل. بدل دول من غير ما تغير إشارة. هات ال3 ص بإشارتها تحت الصاد، وهات ال2 س بإشارتها تحت السين، وطلع ال9 بعكس الإشارة خليها -9، وشد الخط وما تقولش لحد. طب لو عكستهم يا مستر وخليت السين في الأول ورتبتها على كده أقول لك فيري جود، صح جدا، اوعى تقول لي تاني. طب يا مستر نعم عندي مشكلة تانية. قلت لي يخرب بيتك، يخرب بيتك ويخرب بيت مشاكلك. نعم يا عم. قال لي يا مستر هنا 5 وهنا -3 وهنا 1 وهنا 2 وهنا موجب وهنا موجب، اعمل ايه يعني؟ قلت له يا عم مفيش مشكله. هنا 2 انت محتاج فوق -2، طب ما تضرب في -2 اهو. -2 معوقه اهي. يبقى نضرب المعادله كلها في -2 او عكس دول. -2 في 5 ب-10. -2 في س ب-2 س. -2 في 2 ب-4.
وانزل دي زي ما هي من غير ما يحصل اي حاجة، ولا حصل اي حاجة، ولا في اي حاجة، ولا الدنيا معايا فيها اي حاجة، ولا اي حاجة، ولا مش عارف ايه كمية اي حاجة اللي انا بقولها. يبقى احنا هنا مفيش اي مشكلة، ولو في مشكلة حلها مش مشكلة. طب ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. يبقى دول راحوا مع بعض يا عم. يبقى هنا -10 وسالب 3 -13 صاد، -4 وسالب 9 -13. السالب راح مع السالب، قسمتها على 13، يبقى صاد بتساوي 1. هتعوض في أي واحدة؟ هعوض في الأولى يا مستر عشان أنا نفسي أطلع الأول، وهي نفسها تطلع الأولى، وأعوض. مش هرجع لك ده لما أخلص السؤال. وهنا يا مستر هشيل صاد واحط مكانها 1، يبقى 5 في 1 زائد س بتساوي 2. 5 في 1 ب5 زائد س بتساوي 2. ودي الخمسة بعكس الإشارة، تبقى س بتساوي 2 ناقص 5، تبقى س بتساوي -3، وهكذا. مين لعب في الشاشة يا شباب؟ مين لعب في الشاشة؟ مين لعب في الشاشة؟ أهو 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 أهو. إيه؟ قولوا لي شاطر، قولوا لي إن أنا شاطر وعرفت. آخر واحدة، نشوف بقى آخر واحدة. هسيبها لك، خش على اللي بعدها. التطبيقات بقى. التطبيقات وهي تطبيقات حياتية ما فيهاش أي مشكلة معاك. بيقول لك يا صديقي عددان نسبيان مجموعهم 63. يبقى أول حاجة نقول له يا مستر نفرض أن العددان هما س وصاد أو ألف وب أو أي حاجة أنت عايزها. إيه اللي يريحك اعمله طالما أنت مستريح. مجموعهم يبقى س زائد صاد بتساوي 63، والفرق بينهم 11، يبقى س ناقص صاد بتساوي 11. ورجعت ريما لعادتها القديمة واشتغل عادي زي ما حلينا من شوية. الصاد راحت مع الصاد وجمع س وس 2 س 63 و11 74. اقسم لي على الاتنين، يبقى الإجابة هتساوي كام يا صديقي؟ كام بسرعة عشان أنا نسيت. كام يا عم؟ قولوا أنا نسيت يخرب بيتكم. كام يا ابني منك ليه؟ 74 على 2 كام؟ يا واد قول، يا واد محدش. ماشي، كام يا ابني؟ 37 يا مستر. ماشي، هعوض فين؟ هعوض في الأولى. هتشيل مين؟ هروح شايل س وحط مكانها 37 زائد صاد بتساوي 63، ودي دي بعكس الإشارة، تبقى صاد بتساوي 63 ناقص 37، يبقى صاد بتساوي 63 ناقص 37. هات انت الناتج عشان انا ماليش مزاج ان انا افكر. عدد مكون من رقمين خدناها بقى في الحصة والناس نسيتها، وما مستر ما فهمتش، ويا مستر ما عملتش، وصياح السنين. افهم بقى، هات دماغك، هات دماغك. عدد مكون من رقمين زي الكام؟ 14 27 96. خلاص بقى اسكت. العدد المكون من رقمين بيبقى أول عدد بيبقى أحاد، تاني عدد بيبقى عشرات. يبقى وأنا بفرض بقول له كده نفرض أن الأحاد هو س، والعشرات هو صاد. برافو 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 حبيبي قمر. مكون من رقمين مجموعهم إيه؟ 11. يبقى أنا هقول له إن س زائد الصاد مجموعها كام؟ 11. يبقى أول حاجة هنقولها له إن س زائد الصاد بتساوي 11، وهذه هي المعادلة الأولى. وإذا عكس وضع الرقمين فإن العدد
الناتج يزيد، واتفقنا انها ناقص، عن الأصلي بمقدار 27. فما هو العدد الأصلي؟ عشان نحل السؤال ده علمتك جدول في الحصة، قلت لك لازم نوصل للعدد الناتج ونوصل للعدد الأصلي علشان نعرف نحل. لازم الناتج ولازم الأصلي عشان نعرف نحل، فبنعمل كده ونحل. فهنا بيبقى الأصلي، وهنا بيبقى الناتج، وهنا آحاد، وهنا عشرات، وهنا العدد. فهفرض الفرض العادي والطبيعي. هنا هسميها س، ودي هسميها ص. طب كده العدد الأصلي س زائد 10 ص. طب جبت منين العشرة؟ ما س يعني أحاد يعني واحد، وصاد يعني عشرات يعني 10. وإذا عكس وضع الرقمين يعني أعكس دول، أجيب الصاد هنا وأجيب السين هنا، يبقى لما أجي أكتبها تبقى صاد زائد 10 س. طب يبقى أنا كده معايا الأصلي ومعايا الناتج. أشيل الناتج وأحط القيمة اللي إحنا اتفقنا عليها اللي هي بتقول ص زائد 10 س ناقص، وأروح فاتح قوس الأصلي اللي هو س زائد 10 ص، كل ده بيساوي 27. يبقى إحنا جبنا معانا الناتج ومعانا الأصلي. السالب بيخش يغير الإشارات اللي هنا، يبقى ص زائد 10 س. أي سالب بيغير الإشارات اللي بعده كلها، يبقى سالب س ناقص 10 ص بتساوي 27. قلل المعادلة، 10 ناقص 1 9، 1 ناقص 10 9 برضو بتساوي 27. قلل تاني المعادلة، يبقى هقسم هنا على 9 وهقسم هنا على 9 وهقسم هنا على 9. هنا دي راحت مع دي يتفضل س، هنا دي راحت مع دي يتفضل ص. 27 على 9 فيها 3، ودي المعادلة رقم 2. يبقى أنا كده معايا المعادلة الأولى ومعايا المعادلة التانية. كده رجعت ريما لعادتها القديمة، آخد المعادلة الأولى س زائد ص بتساوي 11 على المعادلة التانية س ناقص ص بتساوي 3، وأروح شادد خط وأحذف دول راحوا مع بعض وأجمع س وس 2 س، هنا 14 قسمت على الاتنين تبقى س بتساوي 7. أعوض في أي واحدة، هعوض مثلا في الأولى، يبقى 7 زائد ص بتساوي 11، يبقى ص بتساوي 11 ناقص 7، يبقى ص بتساوي 4. يبقى كده العدد هو 47. يبقى أول حاجة أنا بمشي مع السؤال واحدة واحدة، كتبت الأصل كتبت الناتج عشان أوصل للأصل والناتج، فرضنا ده س وفرضنا ده ص، يبقى عملناها س زائد 10، عكسنا وضع الرقمين يبقى ص ناقص س، يبقى ص وس، يبقى ص زائد 10 س. شلنا الناتج اللي هو ص زائد 10 س ناقص الأصلي، عملت أقواس كده عشان أفكر نفسي إن أنا هغير الإشارات. راجع مرة واتنين على السؤال، ارجع بالفيديو مرة واتنين وتلاتة لحد ما تعرف تحله. السؤال اللي بعده، زاويتان حدتان في مثلث قائم. معاك مثلث قائم في زاوية حادة، الزاويتان حدتان وواحدة قايمة، الواحدة القايمة دي ب90، يبقى الاتنين التانيين برضه هيعملوا كام؟ برضه هيعملوا 90. يبقى أول حاجة أنت أول حاجة بتقولها له نفرض أن الزاويتان، أول حاجة قلتها له نفرض أن الزاويتان هما س وص. قال لك حدتان في مثلث قائم، يبقى هتقول له س زائد ص بتساوي 90. الفرق بينهما 50، يبقى س ناقص ص بتساوي 50. واشتغل عادي جدا جدا جدا. يبقى مين اللي هيروح مع مين؟ الصاد راحت مع الصاد، س وس هتبقى 2 س، 90 و50 140، اقسم على الاتنين تبقى س بتساوي 70. جبت اول زاويه. هتعوض في عين واحده، مثلا هعوض في الاولى، هروح شايل س واحط مكانها 70 زائد ص بتساوي 90، وادي اللي بعكس الاشاره، تبقى ص بتساوي 90 ناقص 70، تبقى ص بتساوي 20، وحليناها في الحصة.
مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4، فإذا كان محيط المستطيل 28. حليناها في الحصة بنفس الطريقة. عددان مجموعهم 11 وضعف أحدهما يزيد عن الآخر. تعالى هاخد معاك ال3 أسئلة دول جداد وما قلناهمش في الحصة، بحيث إن يبقى نوعت معاك كل حاجة. عددان مجموعهما 11، خلاص فرضنا إن العددان هما س وص، يبقى س زائد 11 ص بتساوي 11. ضعف أحدهما، ضعف مثلا هسمي دي السين هي الصغيرة، فهي الضعف هي أي حاجة هاخدها بالأولى، يبقى 2 س. يزيد قلنا يعني ناقص عن الآخر اللي هو ص، قال لك بمقدار 1. خلاص كده الترجمة بتاعت السؤال اترجمت، خلاص السؤال اترجم، خلاص السؤال اتعرف، يبقى هشد خط واشتغل عادي جدا 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 مع السؤال. هنا راحت مع دي فاشتغل عادي، الواحد والاتنين يعني 3 س، 11 و1 يعني هيبقوا 12، قسمنا على التلاتة تبقى س بتساوي 4. جبنا قيمة السين اللي هي بتساوي 4. وعوض في أي واحدة، يبقى هعوض مثلا في الأولى. عوضت في الأولى يبقى 4 زائد ص بتساوي 11، وديت دي بعكس الإشارة، يبقى ص بتساوي 11 ناقص 4، يبقى ص بتساوي كام؟ 7. يبقى العددان، تروح كاتب له كده العددان هما كام وكام؟ 4 و7. اوجد عددان صحيحيان مجموعهم 9، برضو نفس القصة. نفرض أن العددان هما س وص، مجموعهم 9، يبقى س زائد ص بتساوي 9. وثلاث أمثال أصغرهما، هنتخيل إن السين هي الصغيرة زي ما عملناها في السؤال في الحصة كانت ضعف. 3 أمثال، هنتخيل إن السين هي صغيرة، فالسين هي اللي هتبقى 3 أمثال. أصغرهما يزيد يعني ناقص عن ضعف أكبرهما، يعني الصاد هي الكبيرة، يبقى 2 صاد بمقدار كام؟ 2. في الحصة اشتغلت معاك بعكس دي، هنا بديك واحدة تاني بقى عشان تزود معلوماتك. كنت زي قلت لك انت عندك بحر معلومات، بعد الحصة الخامسة هديك بحر المعلومات تاني، هخليك تشوف أسئلة تانية بأفكار تانية بشغل تاني بيتحضر لك بعد الحصة الخامسة، هعلن عنه إن شاء الله. طيب يا عم، يبقى أنا هنا مستر معايا 2 وهنا معايا 2، رجعت ريما لعادتها القديمة، يبقى أنا عايز 2 فوق. يبقى 2 في س هتبقى 2 س، 2 في ص هتبقى 2 ص، 2 في 9 ب 18. وانزل المعادله الثانيه زي ما هي اهي، 2 ص بتساوي 2، واروح شادد خط كويس قوي واحذف دي راحت مع دي واجمع عادي. 2 و3 هتبقى 5 س، وهنا هتبقى 20، اقسم على الاثنين تبقى على الخمسه اسف، يبقى س بتساوي 4. هعوض في اي واحده، هعوض مثلا في الاولى، يبقى اعوض في الاولى اشيل س واحط مكانها 4 زائد ص بتساوي 9، وادي دي بعكس الاشاره تبقى ص بتساوي 9 ناقص 4، تبقى ص بتساوي 5. وهم دول العددان اللي عايزينهم. نوصل لاخر سؤال. اذا كان مجموع عمري احمد واسامه الان 43، هما مجموعهم الاثنين مع بعض دلوقتي هم 43، يبقى نفرض ان عمر احمد س عمر اسامه ص. يبقى هنا هنقول له عمر احمد س وعمر اسامه ص مجموعهم 43 الان، يبقى س زائد ص بتساوي 43. وسمي دي المعادله رقم 1. خلي بالك من كلمه الان. وبعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات احمد عنده س، هو عمره س مش عنده س، يعني هو عنده مثلا زي ما انا بقول لك انت عندك 15 سنه، بعد 5 سنوات هيبقى عندك 20. فانا بقول لك مثلا انا ما اعرفش هو عمره كام، فبقول لك مثلا هو عمره س، فانت تقول لي بعد 5 سنوات يعني س زائد 5. يبقى لما نقول له كده بعد 5 سنوات هيبقى عمر احمد س زائد 5، وعمر مين؟ أسامة، وعمر أسامة، ما أنت عمر أحمد س زائد 5، وعمر أسامة ساعتها كده هيبقى عمر أسامة هيبقى ص زائد 5. حلو. هو قال لك بقى إيه؟ عمر أحمد بعد 5 سنوات يكون الفرق بين عمريهما 3 سنوات، يكون الفرق بين عمرهما 3، يبقى الفرق يعني الاثنين دول هيبقى فيهم طرح، يبقى س زائد 5 ناقص ص زائد 5، قال لك بيساوي 3. طبعا انا علمتك ان احنا بنحط الاقواس عشان نفتكر ان احنا هنغير الاشاره. يبقى كده س زائد 5 ناقص ص
ناقص 5 بتساوي 3. مين يروح مع مين يا صديقي؟ قال لي ال5 راحت مع ال5، مين اللي فضل؟ قال لك س زائد ص بتساوي س ناقص ص أهي بتساوي 3، ودي المعادلة رقم 2. بالعقل بقى وبالمنطق هاروح واخد المعادلتين تحت بعض، المعادلة الأولى س زائد ص بتساوي 43، المعادلة التانية س ناقص ص بتساوي 3، واروح شادد خط راحوا مع بعض س وس 2 س 43 و3 46، أقسم على الاتنين تبقى س بتساوي 23، يبقى أحمد عنده كام سنة؟ 23 سنة. أعوض فين؟ أعوض مثلا في الأولى، بعد ما تعوض في الأولى هتبقى 23 هتوديها الناحية التانية بعكس الإشارة، هيبقى هنا عنده كام سنة؟ أسامة عنده 20. هو بيقول لك بعد 7 سنوات كل واحد هيبقى عنده كام؟ هتيجي عند ال20 تروح مزود عليها كام؟ قال هروح مزود عليها 7، وهنا هيروح مزود عليها 7، فكده عمر أحمد لما زود عليه 7 يبقى 30، وعمر أسامة لما زود عليه 20 يبقى 7، يبقى 7 وكام؟ و20. ولو جمعتهم هتلاقيهم هم الاتنين زي بعض. كده احنا خلصنا واجب الخلطة اللي احنا محضرينها، والحصة الجاية هي حصة مهمة. خلصنا الحصة بتاعتنا، يا رب نذاكرها ما نكونش ننقل كده ورا بعض، واشوفكم على خير. سلام عليكم.